باهي هو اليوم مش فقط المؤتمر، هو المؤتمر حركة شعب رابط حماية الثورة اليوم الحق ما ريناش برشا وجودها، ان شاء الله يتواجدوا معنا في مناسبات مهمة كيما هذه، خاطر كي تبدا تتبع في مجرم صغير ونهار اللي نقولوا لك يحتج على زعيم العصابة ما تجيش برشا نوليو نتقلقوا شوية. على كل حال اللي جاوا بارك الله فيهم، وهذا مطلب ملح معناها تسليم رئيس العصابة وكبير المجرمين يلزموا يتحاسب. ان شاء الله الاخوين في العربية السعودية يفهموا كون هذا مطلب ملح معناها، ان شاء الله نسمعوا صوتنا بشكل مناسب، ان شاء الله يقتنعوا هم كون لازم يصير القرار هذا نتاع التسليم وما يخرجوناش كل مره معناها مسائل جيره وما جيره. هذا شخص يرتكب جرائم فظيعه فكل من حماه هو شريك معهم. احنا اليوم كما تعرفوا من بعد ان شاء الله مع ثلاثه قدام وزاره الداخليه باش يكون عندنا زعيم باش يخطب، ما فما حتى سياسي حسب ما فهمت يخطب، كان ام الشهيد وريده اللي باش نذكركم وبالاحرى ان شاء الله نذكر برشا منكم بالجزيره نهارتها واش قالت نهارتها، قالت مات واحد من ولادي مازالوا اربعه باش نبعثهم للشارع. هذه هي الرمز بتاعنا اليوم مش الزعماء السياسيين. فما عباد يقولوا اللي ولا مطلب مستحيل انه يتسلم بن علي، شنو ترد عليه؟ لا طبعا على الشيء اللي نشوفوا فيه مطلب مستحيل طبعا، كي يجي عدد محدود من المواطنين ويطالبوا. على كل حال السلطات الفرنسويه منعت زاد معناها وقفه احتجاجيه قدام السفاره السعوديه في فرنسا باش يحاولوا الاخوين في فرنسا كانوا يكرروا في بقيه المدن والعواصم تاع اوروبا ان شاء الله زاد كيف كيف تواصل المطالب هذه، وفي السفاره هذه هذول باش نرجعوا برشا مرات. المره الجايه ان شاء الله كي نرجعوا اكثر ناس ما يمكن، وان شاء الله الاطراف السياسيه كلها موجوده باش يخليونا نحترموهم. المره الجايه كي نسمعوهم يطالبوا المحاسبه نقولوا لهم فعلا انتم صادقين، اما كي ما يجوش يطالبوا معنا بتسليم بن علي نستغربوا. كي نقولوا معنا رانا ماناش نحن اصحاب المبادره، نحن قلنا مفتوحه للناس كل.